بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم طلبتنا في كل مكان، طلبة التاريخ للصف الثاني الثانوي القسم الادبي والعلمي. الحقيقة النهاردة معانا اول درس. تعالى نبدأ من البداية في التاريخ. اول درس من دروسنا وهي حضارات شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام. عندنا مجموعة من الممالك ظهرت قبل الاسلام زي الغساسنة، زي الحيرة، زي سبأ، حمير، وغيره من الممالك. عندنا كمان مكة ويثرب والطائف، في منهم النظام الملكي الشبه ملكي وفي النظام القبلي. تعالوا نتفرج مع بعض على القصة من البداية، لكن خليني أعمل لكم حركة ظريفة جدا. هنجمع كل الممالك وكل الشغل اللي عملته على هيئة خريطة من 4 اتجاهات: شمال وجنوب وشرق وغرب. زي ما شايف حضرتك قدامك كده بيقول انه كان في مجموعة من الممالك والحضارات جت قبل الإسلام منذ آلاف السنين. تعالوا ناخدها من خلال الأربع اتجاهات زي ما حضراتكم شايفين معايا: الشمال والجنوب والشرق والغرب. يلا يا شباب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أهم الممالك والمدن. الحقيقة فوق في الشمال هنلاقي منطقة الشام ومنطقة العراق. منطقة الشمال، الشام والعراق، هنبص كده مع بعض هنلاقي ان الشام فيها 3 ممالك ظهروا مهمين جدا: تدمر والأنباط والغساسنة. وخد بالك من الغساسنة كويس جدا. وفي الشمال برضو هنلاقي العراق، تحديدا مملكة الحيرة. بالنسبة للشرق ما ذكرليش أي ممالك. بالنسبة للغرب هنلاقي مدن الحجاز، مكة ويثرب والطائف. وبالنسبة للجنوب تحت اليمن هنلاقي 3 ممالك مهمين في اليمن وهم معين وسبأ وحمير. طيب عاوز تقول فيهم ايه يا عم شريف النهارده؟ يلا يا شباب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو الراجل قال انه منطقة تدمر والانباط انا مش هتكلم فيها، ده الكتاب اللي بيقول كده مش انا. طب انت هتتكلم عن ايه يا عم الكتاب؟ قال والله انا هتكلم عن منطقة او تحديدا مملكة الغساسنة. اول معلومة خليني اقول لك عليها ان الغساسنة اصل يمني من قبيلة الازد في اليمن. خد بالك من الحتة دي. يبقى دي اول معلومة، انه الراجل بيقول لي ان الغساسنة دي اصلها قبيلة يمنية. انت عارف ايه اللي حصل وازاي اتحولت هذه القبائل واصلها يمني وايه القصة؟ كان في سد اسمه سد مأرب في مدينة مأرب في اليمن، دي اصل الحكاية. المهم ما طولش عليك، لا اطول. لما انهار سد مأرب بدأت كل القبائل اللي ورا السد تهاجر. فمن ضمن القبائل اللي هاجرت كانت قبيلة الأزد اللي راحت في منطقة الشام وعملت مملكة اسمها مملكة الغساسنة. وقلنا زي ما قدام حضراتكم باين انها اصلها اصل يمني، يعني الغساسنة من اليمن اصلا واسمها قبيلة الأزد. المعلومة الثانية عن الغساسنة بنقول ان الغساسنة كان اشهر ملوكها جه في الاخر واحد اسمه جبلة او جبلة ابن الايهم. وكان العاصمة الموجودة في الغساسنة العاصمة بتاعتها اسمها الجابية. العاصمة اسمها الجابية. طيب الأصل يمني، الملك جبلة ابن الأيهم، العاصمة اسمها الجابية. طيب يا ترى الغساسنة كانوا تبع الروم ولا الفرس؟ بيقول لك إن الغساسنة هي مع الروم وكانت ضد المسلمين. خد بالك ايه اللي حصل في الحكايه دي. خليني اقول لك انه حصلت ادي خلاص اصل يمني، قبيله الازد، جبل ابن الايهم، العاصمه هي الجابيه. كان الغساسنه مع الروم وضد المسلمين. الحقيقة الغساسنة قلنا الحكاية من الأصل هي قبيلة يمنية من ورا سد مأرب، وقبيلة الأزد راحت الشام وبقى ليها اسم تاني اسمها الغساسنة، وانضمت مع الروم ضد المسلمين. وكان آخر ملوكها جبلة ابن الأيهم، وانهزم هو والروم من المسلمين في موقعة مهمة جدا جدا اسمها موقعة اليرموك.
وموقعة اليرموك اللي فاز فيها المسلمين بقيادة خالد ابن الوليد، ودي كانت 13 هجرية 634 ميلادية. طب ده كلام محترم جدا. يبقى نقول تاني الغساسنة. واحد يقول لي مستر شريف معلش، هي الغساسنة بس اللي هنتكلم عنها؟ اقول لك لان الكتاب قايل كده، يعني تدمر والانباط مش هنتكلم. الغساسنة نقولها تاني، اصلها قبيلة يمنية اسمها قبيلة الازد من ورا سد مأرب، وراحت الى الشام واصبح اسمها قبيلة الغساسنة، وهي اخر ملوكها كان جبلة ابن الايهم، والعاصمة بتاعتها اسمها الجابية، وكانت مع الروم طول الوقت وضد المسلمين، إلى أن هزموا من المسلمين في 13 هجرية 634 في موقعة اليرموك بقيادة خالد ابن الوليد. ومن ساعتها أصبحت الغساسنة جزء من الدولة الإسلامية. كده خلصنا المنطقة بتاعة الشمال، خلصنا الشام. طيب في جزء تاني في الشمال وهي العراق. عندي هنا مملكة مهمة جدا وهي مملكة الحيرة. الحيرة برضو بالمقابل هنا الغساسنة، هنا الحيرة. برضو هنلاحظ ان الحيرة اصل يمني، برضو هي قبيلة اصلها من قبائل اليمن اللي برضو كانت ورا سد مأرب. المعلومة الثانية، إذا كان هنا الملك بتاعها جبلة ابن الأيهم، هنا كان النعمان ابن المنذر. طيب إذا كان هنا العاصمة الجابية، هنا العاصمة الحيرة بنفس الاسم. إذا كان هنا الغساسنة مرتبطين قوي بالروم، هنلاقي الحيرة كانت مرتبطة بالفرس. إذا كان الغساسنة كانوا مع الروم ضد المسلمين، فالحيرة كانوا مع الفرس ضد الروم. وخلينا نقول في النهاية سواء الغساسنة أو الحيرة، في النهاية الاتنين بقوا جزء من الدولة الإسلامية. طيب ده كلام محترم جدا. تعال نلونها لك كده عشان الدنيا تظبط معاك. تمام. كده خلصنا منطقة الشمال بما فيها الغساسنة من ناحية والحيرة من ناحية تانية. طيب هل الشرق فيها؟ قال لك لا، الشرق، منطقة الشرق ما فيهاش أي حاجة. طيب هنروح بعد كده إلى الغرب وهي منطقة مدن الحجاز. والغرب ومدن الحجاز عندي مكة ويثرب والطائف. هو الحقيقة هيتكلم عن مكة ويثرب ومش هيتكلم عن الطائف. واحد يقول لي أحسن، يعني ربنا يبارك فيهم. طب يا عم مكة فيها إيه ويثرب فيها إيه؟ أولا مكة قالوا عنها إنها ذات طابع ديني جدا جدا، لأن فيها الكعبة المشرفة. كانت تتميز بسوقين مهمين جدا اسمه ذي المجاز ومجنة. تالت حاجة بنقول إن مكة كان لها موقع جغرافي متميز، لأن مكة عشان كده كانت نشطة تجاريا، لأن مكة الحقيقة كانت في طريق القوافل ما بين اليمن والشام. طيب اشهر قبيله في مكه بالمناسبه وهي قبيله قريش. يبقى يلا نقول كده مكه نقول لها طابع ديني لان جواها الكعبه. ماشي. ايه كمان؟ مكه فيها ميزه ان فيها سوقين مهمين جدا اللي هو ذي المجاز ومجنة. طيب ايه كمان في مكة؟ هنلاقي ان مكة فيها نقطة كمان ان هي لها موقع متميز تجاريا لانها بين في طريق القوافل ما بين اليمن والشام. واخيرا مكة بنقول ان فيها اشهر قبيلة في مكة وهي قبيلة قريش. طب يلا يا عم لو انهالي كده نقول تاني. يبقى مكة ليها ميزة دينية لان فيها الكعبة المشرفة. عندها سوقين مهمين جدا جدا وهو سوق ذي المجاز. السوق الاولاني اسمه ذي المجاز وسوق مجنة. بنقول كمان انه اشهر قبائلها وهي قبيلة قريش. وكمان مكة تتميز بموقعها الجغرافي لان هي في طريق القوافل اللي بين اليمن والشام، هي في النص، وبالتالي عندها قدرة استراتيجية في الموقع انها تتواصل في طريق التجارة المهمة بين اليمن والشام. يبقى مرة تانية مكة
لها طابع ديني لان فيها الكعبة المشرفة اللي بيجي لها الناس من كل مكان. رقم 2 فيها سوقين مشهورين قوي، ذي المجاز ومجنة. كمان بنقول ان هي اشهر قبيلة جواها اسمها قبيلة قريش. على الناحية التانية هنبدأ نلاقي يثرب، والحقيقة يثرب هي كمان عندها 3 حاجات مهمة جدا. يا ترى ايه ال3 حاجات؟ اولا يثرب قالوا عليها انها واحة زراعية. طب ليه واحة زراعية؟ لان فيها ابار وفيها مية وتربة خصبة، بالتالي يثرب هي كمان موقع تجاري متميز زي مكة. ليه بقى؟ لان برضو يثرب هي في طريق القوافل اللي ما بين الشام واليمن ومكة. طيب نقول الطائف، اذا كان مكة اشهر قبيلة عندها هي قبيلة قريش، هنلاقي يثرب اشهر قبيلة هم قبيلتين، هي قبيلتي الاوس، برافو عليك، والخزرج. طب ده كلام محترم جدا، يلا نلونه. يبقى بنقول مرة تانية كده خدنا منطقة الشمال في بما فيها الغساسنة من ناحية والحيرة من ناحية. الشرق ما فيهاش ممالك مشهورة. بالنسبة للغرب مدن الحجاز بنتكلم في مكة ويثرب والطائف. طيب هنروح بعد كده هنروح لمنطقة اليمن، ومنطقة اليمن قدام حضراتكم فيها ايه يا يمن؟ اليمن هتلاقي فيها 3 ممالك مشهورين جدا جدا، مملكة معين وسبأ وحمير. والحقيقة احنا هنحاول نتكلم عن كل واحدة فيهم من حيث الموقع والعاصمة. خد بالك انا كده لميت لك كل الكلام والرغي اللي مكتوب في الكتاب او اي ملزمة، لميته لك كله في خريطة واحدة وهراجع عليه مرة تانية مع حضراتكم. كده خدنا الشمال فوق تحديدا الغساسنة من ناحية والحيرة من ناحية تانية اللي هي الشام والعراق، وبعدين نزلنا على الشرق ما فيش ممالك، رحنا على الغرب لقينا مدن الحجاز البدوية اللي هي مكة ويثرب والطائف، بعدين نزلنا تحت على الجنوب هنلاقي اليمن ب3 ممالك مشهورة، معين وسبأ وحمير. طيب هنقارن ما بين ال3 في جدول صغير جدا قدام حضراتكم من حيث العاصمة والموقع. الموقع هنلاقي منطقة معين. فين انت يا معين؟ قال لك في منطقة جوف اليمن، والعاصمة بتاعتها اسمها قرناو. يبقى احنا بنقول كده، خد بالك يا استاذ، يبقى هي الجوف باليمن، منطقة الجوف باليمن، والعاصمة قرناو. طيب الناحية التانية هنلاقي مملكة سبأ جنوب غرب اليمن، والعاصمة بتاعتها مدينة مأرب. بالنسبة لحمير هي ما بين مملكة سبأ وبحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، ده المكان أو الموقع. العاصمة اسمها ريدان أو ظفار. بكده حضرتك لميت معايا القصة كاملة لأهم الممالك، ولو عاوز تعيد معايا يلا نعيد مع بعض، ويا ريت تكون بتكتب معايا بورقة وقلم. يبقى نقول مرة تانية أهم الممالك اللي هناخدها في هذا الفصل، وهي ممالك شبه الجزيرة العربية في ال4 اتجاهات، شمال وجنوب وشرق وغرب. لقينا فوق في الشمال عندنا حاجتين، الشام من ناحية والعراق من ناحية. الشام عملت لي التدمر والأنباط والغساسنة، والعراق عملت لي الحيرة. هنتكلم عن الغساسنة اللي قلناها أصلها قبيلة يمنية اسمها قبيلة الأزد، لما انهار سد مأرب هجرت إلى الشام تحديد في سوريا والجولان، وعملت عاصمة ليها اسمها عاصمة الجابية، وكان آخر ملوكها هو جبلة ابن الأيهم. وبنقول إنه هذه الغساسنة كانت متحالفة مع الروم ضد المسلمين إلى أن هزموا في معركة اليرموك بقيادة خالد بن الوليد. الغساسنة مع الروم ضد المسلمين، فالغساسنة والروم اتهزموا في موقعة اليرموك سنة كام يا جماعة؟ 13 هجرية 634 ميلادية. على الناحية الثانية هنلاقي مملكة مهمة جدا في العراق وهي الحيرة، وبنقول انه هناك اذا كانت الغساسنة اصلها يمني، كمان الحيرة أصلها يمني. إذا كانت الغساسنة الملك بتاعها جبلة بن الأيهم، هنلاقي في الحيرة الملك بتاعها اسمه النعمان ابن المنذر. هناك العاصمة بنقول عليها الجابية، هنا العاصمة الحيرة.
هنا كانت الغساسنة مع الروم وضد المسلمين إلى أن هزموا في موقعة اليرموك، لكن بالنسبة للحيرة مش مع الروم إنما مع الفرس وضد الروم. نزلنا بعد كده إلى منطقة الغرب، بنلاقي مدن الحجاز وهي مدن بدوية أو مناطق بدوية، وهنتكلم إيه النظام البدوي دوت، وهي مكة ويثرب والطائف. الحقيقه الراجل مرضيش يتكلم عن الطائف، كل شغله كان عن مكه ويثرب. في مقارنه سريعه قال ان مكه هي ذات طابع ديني لان فيها الكعبه المشرفه، وهي مزارات سياحيه دينيه لكل الناس بتروح لها، وكمان بتتميز مكه بموقعها الجغرافي التجاري المتميز لانها في طريق القوافل ما بين الشام واليمن. كمان بنقول عن مكة إن فيها سوقين مشهورين جدا اسمه ذي المجاز ومدينة، أشهر قبيلة موجودة في مكة وهي قبيلة قريش. في المقابل الناحية التانية بنبدأ نروح نبص على يثرب، قلنا عليها أول حاجة أنها واحة زراعية لأنها أرض خصبة لأن فيها آبار من المية. كمان بنقول عليها هي كمان زيها زي مكة هي موقع تجاري متميز لأنها تقع في طريق القوافل اللي ما بين الشام واليمن، وزود عليهم كمان في وسط مكة، يبقى الشام واليمن ومكة. وبعدين قلنا إذا كانت قريش هي أهم قبيلة في منطقة ومدينة مكة، هنجد انه يثرب اهم قبيلتين هي قبيلتي الاوس والخزرج. يبقى احنا كده خلصنا الشمال بما فيهم الشام والعراق اللي هي الغساسنة والحيرة، وخلصنا مدن الحجاز في الغرب مكة ويثرب والطائف، ورحنا بعد كده تحت اليمن في الجنوب اللي شفنا معين وسبأ وحمير، وقلنا ان كل واحدة ليها مكان وليها عاصمة. الاولانية تقع اللي هي مملكة معين تقع في جوف اليمن والعاصمة قرناو. الثانية سبأ تقع في جنوب غرب اليمن والعاصمة بنقول عليها مدينة مأرب اللي فيها سد مأرب. وحمير اللي هي مدينة ومملكة كبيرة جدا ولكن هي كمان ما بين مملكة سبأ وبحر القلزم أو البحر الأحمر، والعاصمة هي عاصمة ريدان أو ظفار. طيب ده كلام محترم جدا. شوف كل ده خلصناه، الممالك شرحها هي كل ده اتعمل في الخريطة قدام حضراتكم، كلام فوق الرائع، كل ده اتشرح في الخريطة ما سيبناش كلمة. بناخد مظاهر الحضارة اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام من كل الجوانب، النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية إلى آخره. تعالوا ناخد الأول، هناخد يا شباب مظهر من مظاهر الحضارة في هذه الممالك، وهناخد النظام السياسي. النظام السياسي الحقيقة النظام السياسي عندي نظامين مهمين قوي وكبار هم اللي بيحكموا هذه الممالك في الفترة دي. عندي النظام القبلي والنظام شبه الملكي. يبقى ناخد النظام الاولاني بنقول النظام القبلي، وده النظام شبه الملكي. خليني اقول لحضراتكم انه النظام القبلي يوجد فين؟ النظام القبلي اللي هو نظام البدو ده موجود يا سيدي. النظام القبلي ده في مدن الحجاز، مدن الحجاز تحديدا اللي هي نقدر نقول عليها مكة ويثرب والطائف، اللي هي بنقول عليها منطقة غرب شبه الجزيرة العربية، منطقة غرب الجزيرة العربية. يبقى هنا ادي يبقى النظام القبلي موجود فين؟ في غرب شبه الجزيرة العربية تحديدا في مدن الحجاز مكة ويثرب والطائف. على الناحية التانية النظام شبه الملكي، وده هنلاقي موجود في شمال وجنوب شبه الجزيرة العربية. شمال يعني موجود فين يا مستر شريف؟ موجود في الشام، موجود في اليمن، موجود في العراق. يبقى خد بالك معايا بقى،
يبقى انا كده زي ما حضراتكم شايفين معايا ان انا عندي نظامين سياسيين هما اللي كانوا منتشرين في هذه الممالك. اما انه النظام القبلي، وده موجود في مدن الحجاز حيث الرعي والصحاري وبتاع، هنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد، اللي هي مكة ويثرب والطائف. والنظام شبه الملكي اللي كان متأثر بحضارات الفرس والروم، ودي موجودة في الشام واليمن والعراق، يعني زي ما نقول الغساسنة والحيرة وغيرهم. طيب كده احنا محتاجين نتكلم مع بعض ايه هو النظام القبلي وايه هو النظام شبه الملكي، ده عامل ازاي وده عامل ازاي. يلا بينا نكمل سوا مع بعض. احنا هنا هنتكلم مع بعض على بسم الله الرحمن الرحيم النظام القبلي. الحقيقة النظام القبلي ليه صفتين مهمين جدا. أول حاجة نقدر نقول على النظام القبلي إنه بيعتمد على رباط الدم والعصبية. والنظام القبلي لما نيجي نشوف القانون هنقول معناهم دلوقتي. ولما نقول النظام القبلي القانون بتاعه بيجي منين؟ قال لك القانون بتاعه النظام القبلي القانون بتاعه مصدره ايه؟ قال لك مصدره العرف والعادات والتقاليد. يبقى هنا هتكلم عن مصدر القانون. مصدر قانون النظام القبلي هو العرف والتقاليد. خد بالك يعني ايه يا مستر شريف؟ يعني حضرتك النهارده الناس دول اللي في القبائل اللي موجوده في مدن الحجاز مكه والطائف ويثرب، لما بيجوا يصدروا حكم او يضعوا قانون، القانون ده جاي بناء على الاعراف والعادات والتقاليد، مش قوانين حاطينها كده موضوعيه او قوانين حاططها الانسان، انما هي جاءت بناء على العادات والتقاليد والاعراف. العلاقه بين افرادها، العلاقه بين افرادها تقوم على رباط الدم والعصبية. يعني ايه يا عم رباط الدم والعصبية؟ قال لي يعني العلاقة ما بين افراد القبيلة علاقة قوية جدا. يعني احنا جزء من القبيلة، وان احنا مع بعض في ظهر بعض في اي موضوع. فانا مع فرد القبيلة الفلاني حتى لو كان ظالم او مظلوم، مش مهم، انا في ظهرك وانا بحميك وانا معاك في كل الحروب وفي كل القتالات، ظالم او مظلوم انا في ظهرك بصرف النظر انت صح ولا غلط. فنظام العصبية أو القبلية ورباط الدم علاقة قوية جدا جدا، صح وغلط أنا معاك. طيب ده كلام لطيف جدا. يبقى نقول تاني النظام القبلي القانون بتاعه جاي منين؟ النظام القبلي القانون بتاعه جاي من العادات التقاليد الأعراف. بنجي العلاقة بين أفرادها علاقة قوية جدا تقوم على رباط الدم ورباط النسب ورباط العصبية. طيب هنروح بعد كده إلى عناصر يا شباب. ايه هي عناصر النظام القبلي؟ شوف احنا في النظام القبلي عندي حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية اسمه شيخ القبيلة. خد بالك شيخ القبيلة. والتانية اسمه مجلس القبيلة. دي العناصر اللي بيتكون منها النظام القبلي. طب يا سيدي شيخ القبيلة ده لما جينا نتفرج بيعمل ايه؟ قال لك ده بيعمل حاجتين. الحاجة الأولانية هو له سلطتين. يبقى هنا شيخ القبيلة بيقول لك ان له سلطتين. يا عم ايه السلطتين بتوعك؟ السلطة الأولانية قال عنها أنها سلطة قضائية. خد بالك معايا هنعرف معناها دلوقتي. قال عنها أنه عنده سلطة قضائية، وكمان عنده سلطة تانية اسمها سلطة تنفيذية. يبقى إيه يا ولاد؟ عندي سلطة قضائية وعندي سلطة تنفيذية. طب يا مستر شريف إيه هي السلطة القضائية؟ قال لك القضائية بمعنى
الفصل في النزاعات، ده دوره، ده شغله، الفصل في النزاعات. قلت له يعني ايه؟ معلش. قال لك يعني لو في مشكلة ما بين طرفين او بين عيلتين، هو بيجي شيخ القبيلة يقعد في النص ويفصل بناء على الاعراف اللي اتعودنا عليه وتعرفنا عليه، فبصدر قانوني بناء على ذلك، وفض المشكلة ما بين القبيلتين او بين الفردين، وفض هذا النزاع. اللي ليه حقوق بياخدها، اللي الظالم يعاقب، وهكذا. عدل، اقرار العدل ما بين القبيله وقبيله، واقرار العدل بين فرد وفرد. يبقى الفصل في النزاعات يعني حل المشكلات. طيب ده كلام محترم جدا. يبقى دي قصته. الراجل هنا قضائيا شغلته الفصل في النزاعات، يعني حسم المشكلات واعطاء كل ذي حق حقه. طيب السلطة الثانية وهي السلطة التنفيذية، وهنا بيعمل 3 حاجات مهمين جدا. بتعمل ايه يا عم الشيخ انت؟ قال لك اول حاجة بيعمل ايه؟ مقابلة الوفود. يعني لو في وفود جايه القبيله من قبيله لقبيلتهم، هو اللي بيستقبل الوفد اللي ويرحب بيه وبتاع وحاجات من دي. ايه كمان؟ عقد المعاهدات. يعني لو في معاهده، ابرام معاهده بين قبيله وقبيله، هو رئيس المساله. يبقى ايه كمان؟ اداره المعارك. لو في حروب او حاجه هو الذي يدير المعركه. طب ده كلام محترم جدا يا جماعه. يبقى الراجل كده مقابله الوفود، عقد المعاهدات، اداره المعارك. يبقى هنا الراجل، بس خليني اقول لك ملحوظه مهمه جدا. شيخ القبيله بيعتبروه سلطه مركزيه. قلت له ليه قلت كده؟ قال لي لان هو مركز السلطه، هو اللي بيعمل كل حاجه، هو السلطه القضائيه، هو السلطه التنفيذيه. لكن خد بالك الشبه ملكي اللي هنشوفه بعد كده، لا هو لا مركزي، لان هنا هيبقى فيه تخصص، بمعنى كل واحد ليه شغلانه، ما بيقومش الحاكم بكل حاجه زي ما الراجل ده. المهم، يبقى عناصر النظام القبلي شيخ القبيله اللي بيقوم بسلطات قضائيه وسلطات تنفيذيه. مجلس القبيلة ده قصته لطيفة وسهلة، وده بيتكون من مجموعة شيوخ القبيلة، كبارات القبيلة، زعماء القبيلة، لو يساعدوا في إدارة الحكم، ولكن مش بشكل حقيقي زي الراجل بتاعنا اللي هو شيخ القبيلة. يبقى مجلس القبيلة هو مجموعة من شيوخ القبيلة يساعدون في إدارة الحكم. يبقى نقول تاني، عناصر النظام السياسي في النظام القبلي بيتكون من شيخ القبيلة ومجلس القبيلة. طيب هنروح بعد كده إلى يا ترى العلاقة بقى، يعني احنا ما زلنا في النظام القبلي. يبقى نعيد عليه تاني قبل ما اتكلم عن الحرب والأحلاف. يبقى النظام القبلي مصدر القانون بتاعه الأعراف والتقاليد. بجيب القانون بتاعي بناء على الأعراف والتقاليد الموجودة في بلدي، وبالتالي القانون هيختلف من قبيلة لقبيلة، لأن كل قبيلة لها أعراف وعادات وتقاليد غير التاني. الحاجة التانية إن العلاقة بين أفراد علاقة قوية جدا، تربطها علاقات الدم والنسب والعصبية. يعني إيه العصبية؟ مش إنه متنرفز، لا، العصبية بمعنى العلاقات الوطيدة جدا جدا، أنا معاك ظالم أو مظلوم. عناصر النظام القبلي هم حاجتين، شيخ القبيلة ومجلس القبيلة. شيخ القبيلة بيقوم بدورين، النظام القضائي، الفصل في النزاعات، والدور الثاني سلطة تنفيذية، مقابلة الوفود اللي بتجيله، عقد المعاهدات، إدارة المعارك والحروب. مجلس القبيلة هو مجموعة الكبارات اللي موجودة في القبيلة ويساعدوا في إدارة شؤون الحكم. ده كلام محترم جدا. قال لك طيب في سؤال أنا نفسي أسأله الحقيقة، يا ترى العلاقة بين القبائل عاملة إيه؟ قال لك الريليشن او العلاقه ما بين القبائل، قال لك علاقات متباينه. قلت له يعني ايه يا عم علاقات متباينه؟ قال لي علاقات متباينه يعني علاقات مختلفه بين القبائل. العلاقات بين القبائل علاقات متباينه. قلت له ازاي؟ قال لي اما علاقات تقوم على الحروب، أو علاقات تقوم على الأحلاف. يبقى إذن العلاقة ما بين القبائل
ما بين حروب وسلام، يعني ولا هي سلام على طول ولا هي في حالة حروب على طول، سموها حروب وأحلاف. طيب تعالوا بينا يا شباب نتكلم عن الحروب ونتكلم عن الأحلاف. طيب خليني أتكلم الأول عن الأحلاف. يعني إيه حلف؟ حلف بمعنى تكتلات بين القبائل لتكون يد واحدة ضد الظالم ومع المظلوم. يعني ايه يا مستر شريف الكلام ده؟ شوف يا شباب، قال لك حتى لا يظلم احد، القبائل كانت عامله حاجه اسمها تكتلات واحلاف يعني. والحلف كان على فكره كان من اشهر الاحلاف الموجوده في الوقت ده، كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حلف الفضول. وده رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد هذا الحلف قبل ما تنزل عليه البعثة او الرسالة يعني. المهم ما علينا، انت بتقول لي ايه هي الاحلاف؟ قال لك الاحلاف عبارة عن تكتلات، يعني مجموعة من القبائل مع بعض يد واحدة ضد الظالم ومع المظلوم. لو حد ليه حق في حاجة احنا كلنا مع بعض ضد الظالم ومع المظلوم. طب دي حتة حلوة. ايه بقى الحروب دي؟ بقى المصيبة. الحروب الحقيقة ليها سببين. يعني لو هنتكلم عن الحروب لها أسباب. الحروب لها أسباب. إيه بقى أسباب الحروب؟ قال لك إما إن هي أسباب اقتصادية أو حروب لأسباب اجتماعية. يبقى الحروب حاجتين، إما لأسباب اقتصادية وإما لأسباب اجتماعية. قلت له طيب أسباب اقتصادية زي إيه؟ قال لك النزاع على الماء والمرعى. يعني المنطقة دي فيها مية نقدر نزرع ونقلع وناكل ونشرب ونعيش، المية أساس الحياة في المناطق ديت. نضرب بعض والأقوى ويخلص على التاني هو اللي ياخد المية والمرعى والدنيا والدين والحياة والبتاع. يبقى هنا أسباب اقتصادية حيث النزاع والخناقة على الماء والمرعى. في سبب اجتماعي وده خطير جدا اسمه الأخذ بالثأر. وعلى فكرة عندي موضوع خطير جدا جدا وحربين مشهورتين جدا 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 عن سبب اجتماعي للحرب، وهي حرب اسمها حرب البسوس، وحرب تانية مهمة جدا من حروب قريش واسمها حرب الفجار. واو. يبقى أنا عندي أسباب الحرب إما لأسباب اجتماعية أو اقتصادية. اقتصادية زي النزاع على الماء والمرعى، أو اجتماعية اللي هو الأخذ بالثأر. ومنهم حربين مشهورتين، حرب البسوس وحرب الفجار. ولو عاوز تعرف ايه هم تعالى معايا في الصفحات التانية. الحقيقة عندي حرب الفجار مثلا. والحقيقة حرب الفجار يا شباب يمكن سموها الفجار لأنها حدثت في شهور الحرم، يعني في شهور الحرم في مكة، ودي يحرم فيها القتال، لكن رغم كده تقاتلوا، لذا جاية من الفجر، حرب الفجار. والحقيقة حرب الفجار دي كانت ما بين قبيلتين. قبيلة الأولى قريش وحلفائها ضد قبيلة هوزان، او بمعنى ادق اسمها هوازن. يعني لو هنتكلم في الدقة اسمها قبيلة هوازن. قبيلة هوازن وحلفائها. يبقى خدوا بالكم يا شباب، يبقى احنا بنتكلم عن الحروب اللي كان ليها اسباب اجتماعية وهو الأخذ بالثأر. عندنا حرب أولى حرب الفجار في قريش، والحرب دي حدثت في الأشهر الحرم، وكانت ما بين قريش من ناحية وقبيلة هوازن من ناحية تانية. قريش وحلفائها ضد
هوازن وحلفاء كسروا عظم بعض. بس الحقيقه دي ما تجيش حاجه بقى قصاد حرب خطيره جدا اسمها حرب البسوس. يا دين النبي، ايه دي بقى حرب البسوس يا معلم؟ قال لك كان في، انا بس عاوزك تاخد بالك من الحرب دي او اخذ بالصقر برضه اسباب اجتماعيه. قال لك في قبيلتين، قبيله اسمها قبيله بني تغلب، خد بالك، والقبيله الثانيه اسمها قبيله بني بكر. قبيله بني تغلب الراجل بتاعها اللي هو شيخ القبيله، الراجل راس الكبيره صاحب القبيله نفسه، اسمه كليب. جاي من اسمه يعني، ده هيودينا في داهيه الحاج كليب ده. وقبيله بني بكر الرئيس بتاعها وشيخ القبيله بتاعها اسمه الجساس. يا ساتر، اسمه عنيف قوي، ابن مره الجساس. يا جماعه الناس زمان كانت في قريش بالذات كانت الاسماء غليظه جدا الحقيقه. ايه اللي حصل بقى؟ في يوم من الايام كان في ناقه بتدلع كده ماشيه في الصحراء، تاكل وتشرب وتدلع نفسها. والناقه دي كانت تبع واحده اسمها البسوس. والحقيقه البسوس دي تبقى عمه الجساس بن مره، عمته. خد بالك، نقول تاني. في يوم من الايام كان في الناقه بتتمشى في الصحراء بتاكل وتشرب، فجه كليب راح قطع رقبه الناقه دي. كليب ده شيخ قبيله بني تغلب. طلعت حظه السيء ان الناقه دي تبع واحده اسمها البسوس، ودي عمه رئيس القبيله الثانيه الجساس بن مره رئيس قبيله بني بكر. الجساس بن مره عرف اتجنن، قال لك بس هاتولي كليب. قعد يدور عليه يمين شمال، مسك كليب وقطع رقبته قتله. المهم دارت حرب بين القبيلتين، بني بكر من ناحيه وبني تغلب من ناحيه، بسبب قتل كليب اللي هو قتل الناقه. فجه الجساس بن مره ينتقم منه فقتل كليب، فحصلت الحرب ما بين القبيلتين بني تغلب وبني بكر. كام يا معلم؟ 40 سنه. يا ساتر يا رب، 40 سنه. كده خلصنا النظام القبلي. شكله ايه، نظامه ايه، عناصره ايه، اسباب الحرب، الاحلاف، القصص والحوارات. زي ما خدنا النظام السياسي، النظام القبلي، عندنا كمان نظام سياسي اسمه الشبه ملكي، وده لا مركزي، بمعنى ان الملك ليه دور، المحافظين ليه دور، اللي تحت الاعوان او الوزراء ليهم دور. فهنا نظام حكم لا مركزي، يعني متوزع الادوار على كذا شخص. هنتكلم عن النظام اللامركزي السياسي اللي هو الشبه ملكي، اللي كانت فيه الممالك بتاعتنا العربيه في شبه الجزيره العربيه كانت متاثره بالروم والفرس ونظامهم السياسي، عشان كده قلدوهم سياسيا. تعالوا نشوف النظام السياسي الشبه ملكي حكايته ايه. طب يا شباب نكمل بقى. احنا اتكلمنا ايه في الجزء اللي فات بعد البريك؟ قلنا يا جماعة ان احنا عندنا في النظام السياسي من مظاهر حضارة ممالك شبه الجزيرة العربية، قلنا في نظامين، نظام القبلي والنظام شبه الملكي. تعال ناخد النظام الشبه الملكي. وعاوز اقول لك ان الاماكن اللي فيها نظام الشبه الملكي متأثرين بالفرس والروم هي اليمن والغساسنة والحيرة. يعني دي اللي هو بمعنى الشام واليمن والعراق، دول الثلاث اماكن اللي فيهم النظام الشبه ملكي. انتقل هذا النظام تأثرا بالنظام السياسي الفرس والروم زي ما قلنا. طب يا مستر شريف، تعالى نتكلم عن عناصر النظام الشبه ملكي. افتكر معايا في النظام القبلي قلنا عناصر النظام القبلي ايه؟ بيتكون من عنصرين، شيخ القبيلة اللي هو بيقوم بأدوار تنفيذية وقضائية، ومجلس القبيلة اللي بيساعده في إدارة حكم القبيلة. وقلنا إن حكم القبيلة بيتم بناء على قوانين جاءت من الأعراف والعادات والتقاليد بتاعة القبيلة. طب عناصر بقى النظام الشبه ملكي. الحقيقة أنا عندي، لو تصورت إن أنا بعمل مثلث كده، فهلاقي ان النظام
الشبه ملكي مكون من 5 أجزاء. الأولاني ده أدي واحد، وبعدين اللي هو الملك، رقم 2 كبار الموظفين، رقم 3 حكام الأقاليم، رقم 4 المجلس العام، رقم 5 الجيش. تمام. تعالوا نبدأ الأول بالملك. ده أول حاجة في القصة. يبقى بنتكلم هنا أهو، بنتكلم عن الملك أول حاجة في الحدوتة بتاعتنا. طب يا ترى الملك شغلته إيه؟ إدارة شؤون البلاد، حماية حدود البلاد. دي حاجة طبيعية، يعني أي كلام هتقوله عن الملك كرأس الحكم يطلع صح. يبقى الملك ده بيعمل إيه؟ زي ما حضراتكم شايفين، يتولى إدارة شؤون البلاد، حماية حدود البلاد من الأعداء، حفظ الأمن. يبقى أنا عندي 3 كلمات: إدارة شؤون البلاد، حفظ الأمن، حماية الحدود. ده الملك. طيب بالنسبة لكبار الموظفين، كبار الموظفين، كبار الموظفين، يعني لو انت عاوز تعرف كبار الموظفين زي الوزراء، الوزير ده ليه دور برضه يساعد الملك في إدارة شؤون حكم البلاد. يبقى الملك يعمل على إدارة شؤون البلاد، مين بيساعده؟ دراعه اليمين الوزير اللي هو سماه كبار الموظفين. ده غير بقى حفظ حدود البلاد وحفظ أمن البلاد من الأعداء والكلام ده كله. طيب هنيجي بعد كده إلى حكام الأقاليم. الحقيقة حكام الأقاليم دول يا جماعة تقدروا يبقى هنا هنقول حكام الأقاليم. هما مين حكام الأقاليم دول يا جماعة؟ اللي هم المحافظين، بيسميه الكبير. يعني احنا برضو لو حضراتكم اهو، حضراتكم تفتكروا انه عندنا هنا الحتة دي موجودة، اللي هو عندنا لكل محافظة محافظ، هو رئيس دولة المحافظة دي، هو رئيس المنطقة دي. ما بقاش انا كملك مش هقدر امسك المحافظات كلها، فبالتالي هخلي ناس مساعدين بشكل رسمي كانهم هم كمان ملوك بس في مناطقهم وانا اللي موزعهم. يعني اقول مثلا المحافظ للجيزه، محافظ القاهره، محافظ الشرقيه، محافظ الغربيه، محافظ اسكندريه، محافظ الاقصر واسوان. فاذا انا باخد الملك، بعد الملك كبار الموظفين زي الوزراء، وبعد كده حكام الاقاليم اي المحافظات اللي هو بنسميه الكبير اللي هم المحافظين، وبيسموه نواب الملك لاداره الاقليم. الاقليم اللي هو البلد. المجلس العام، ايه يا عم بقى المجلس العام ده؟ المجلس العام، وخد بالك المجلس العام ده بقى ايه، زي تقدر تقول زي مجلس الشعب عندنا. وهنا بيشارك معايا شوية اشخاص كبار الاثرياء، الموظفين، الكهنة. دول مين يا جماعة الكلام ده؟ ده المجلس العام بيشارك مع الاثرياء وكبار الموظفين والكهنة. نيجي بعد كده، ما هو انا النهارده كل الكلام ده مش هقدر يبقى كلام ناجح الا ما يكون فيه جيش يحمي حدود الدوله من الاعداء. يبقى اخر حاجه الجيش لحمايه البلاد من الاعداء، وذلك للدفاع عن المملكه. يبقى كده يا جماعه في هذا النظام الهرمي بيتكون من 5 حاجات. ادي 1 2 3 4 5. قول معايا مره تانية. يبقى بيتكون هذا النظام زي ما حضراتكم شايفين معايا للنظام بنسميه شبه الملكي تأثرا بالفرس والروم. واللي بيستخدم هذا النظام بعيد لك تاني الشام واليمن والعراق. ومن اكتر البلاد اللي استخدمت الكلام ده بقوة كانت الغساسنة والحيرة. طبعا نظام الشبه الملكي ده عبارة عن الملك، الاول حاجة الملك، وده بيعمل على إدارة شؤون البلاد وحفظ الأمن وحفظ حدود البلاد من الأعداء. مين بيساعدوا بقى؟ اللي هم كبار الموظفين من الوزراء، هم كمان بيساعدوه في إدارة شؤون البلاد. يبقى أنا عندي 2 إدارة شؤون، 3 إدارة شؤون البلاد. عندي الملك وعندي كبار الموظفين وعندي حكام الأقاليم اللي هو المحافظين اللي هو بيسميه الكبير. ال3 إدارة شؤون البلاد مع الرأس الأكبر بالذات الملك، قول الفاصل يعني. نيجي بعد كده المجلس العام، إدارة شؤون البلاد برضه. والمجلس العام ده زي مجلس الشعب بيتكون من الكهنة والأثرياء والموظفين، كهنة وأثرياء وموظفين. نيجي بعد كده للجيش الذي يعمل على
الحفاظ على حدود البلاد والحفاظ على البلاد دفاعا عنها ضد أي عدو خارجي، يعني ذلك للدفاع عن المملكة. طيب ده كلام، لذا هنا بنقول إن الكلام ده برضو يعني نقدر نقول عليه حكم لا مركزي. يعني احنا هنلاحظ انه في النظام القبلي اللي موجود في مكة ويثرب والطائف، بنلاحظ ان الناس هناك الحكم بتاعها مركزي اكتر منه، لانه لو بصيت كويس فعليا على الارض هتجد انه الشيخ القبيلة في ايده كل حاجة، هو السلطة القضائية وهو السلطة التنفيذية، هو اللي بيعمل كل حاجة تقريبا. حتى مجلس الشيوخ ده يعني ايه تحصيل حاصل، هو الرجل الاول في الدولة. لكن هنا الوضع فيه تخصص شوية، كل واحد ليه حتة. يعني الملك بيقوم بدور، كبار الموظفين في حتة تانية، حكام الأقاليم، المجلس العام، الجيش، كل حاجة. يعني الملك هنا لا يدير الحرب، انما الجيش الذي يدير الحرب. هتلاقي في النظام القبلي لا، الشيخ القبيله يدير الحرب، مختلفه هنا. لذا هنا بنقول حكم لا مركزي، يعني مش الرئيس هو اللي ماسك كل حاجه. تعال نتكلم عن، احنا كده كل اللي احنا خدناه من مظاهر الحضاره في شبه الجزيره العربيه قبل الاسلام في الممالك اللي كانت موجوده. خدنا النظام السياسي وهم كانوا نظامين، عذرا بعيد كتير معاك عشان تحفظ، النظام القبلي واشتغلنا فيه، والنظام الشبه ملك. هنتكلم دلوقتي عن الحياه الدينيه. خليني اتفق معاك انه الحياه الدينيه في ممالك شبه الجزيره العربيه كان في نوعين من الاديان. في الاديان الوضعيه، ودي اللي تم وضعها من قبل الإنسان، يعني الإنسان هو اللي حطها. وفي الأديان السماوية من الله عز وجل. الراجل بيقول لك اهو: والتي انقسمت إلى نوعين، ديانات وضعية وهي الغالبية، والديانات الوضعية الغالبية هنشوفها دلوقتي، وديانات سماوية وهي القليلة. يعني مثلا الديانات الوضعية هتلاقي مثلا كده، يعني تعالوا نشوف الديانات الوضعية، زي نقول الديانة الوثنية اللي هو عبادة الأصنام. الديانة الوثنية عبادة الأصنام، ودي كانت منتشرة قوي في مكة وغيرها. والديانة التانية اللي هي بنسميها ديانة الصابئة. فلما سألته ايه هي ديانة الصابئة ديت، قال لي الصابئة اللي هي عبادة النجوم والكواكب، والوثنية اللي هي الأوثان يعني. ودي كانت غالبية الناس بتدين بهذه الأديان، ودي اسمها ديانات وضعية. يعني مثلا الأوثان هتلاقي اللاتي والعزى وهبل ومناة، دول أسماء أصنام في مكة. وكان كل مجموعة وقبيلة بتعبد صنم يعني، وبيعملوا بقى ليها معابد وقدس أقداس وتقديم قرابين وشغلانة، معيشين نفسهم الحقيقة. طيب عندنا بقى الديانات السماوية. الحقيقة انت عندك 3 ديانات سماوية هنشوفهم كده. الديانة الأولانية اسمها الديانة الإبراهيمية، نسبة لسيدنا إبراهيم، ودي ديانة التوحيد، يعني لا إله إلا الله. ماشي. وفي الديانة المسيحية بتاعت سيدنا عيسى عليه السلام. وفي الديانة اليهودية بتاعت سيدنا موسى عليه السلام. طيب ده جميل قوي، لكن القليلة يعني قليل من الناس. تاخد الأول الديانة الأولى اللي هو بيسموها الديانة الحنيفية أو الإبراهيمية. الديانة الحنيفية وهي عبادة الله الواحد، وكان الرسول والنبي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام زي ما شايفين مع حضراتكم. وظلت موجودة هذه الديانة حتى ظهور الإسلام. الديانة اليهودية وهو سيدنا موسى عليه السلام، وكان انتشرت هذه الديانة في مناطق خيبر ويثرب وحمير. مناطق طبعا هنا يثرب وخيبر ويثرب موجودة في مكة أو مدن الحجاز، وحمير دي موجودة في اليمن. انتشر فيهم الديانة اليهودية جدا. الديانة المسيحية ديانة عيسى عليه السلام، ودي كانت موجودة عند الغساسنة والحيرة. خد بالك اهي فعلا الغساسنة والحيرة، واللي موجودين هنا طبعا في الشام، والحيرة في العراق.
وفي اجزاء من اليمن برضو كان موجود هذه الديانه. طبعا هنا بيكلمني على الثلاث ديانات: الحنيفيه نسبه لسيدنا ابراهيم عليه السلام وحد الاله، وانتشرت وكانت موجوده الى ان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الاسلام. ثم ايضا هناك الديانه المسيحيه لسيدنا عيسى عليه السلام، موجوده في خيبر في مكه، ويثرب في مكه، وحمير في اليمن. والديانه المسيحيه لعيسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام، ودي موجوده في اتنين: الغساسنه في الشام والحيره في اليمن. ديانه واحده مسيحيه. الديانات الوضعيه اللي هي من وضع الانسان واعتنقها غالب المجتمع زي ما احنا شفنا من شويه. وهذه الديانه الوثنيه هنلاقي اللي هم عباده الاصنام. الراجل بيتكلم بانها زي ما لسه حكي لك، كل قبيله خدت صنم زي اللات والعزى. خد اللات دي صنم، والعزى صنم، وهبل اهو هبل واللاتي والعزى ومناء. كل دول حتى موجودين في القرآن. كل دول يا جماعة أصنام كان يعبدها قريش والناس دي كلها، وكان كل مجموعة بتعبد صنم ولها معابد وقرابين زي ما حكينا منذ قليل. الصابئة اللي هي عبادة الكواكب، النجوم والكواكب والبتاع. وأكتر ناس انتشرت عندهم الصابئة الرقة حران، الرقة وحران، ودي موجودة في الشام واليمن. طيب يبقى خلاصة الحكاية مع حضراتكم ان احنا اذا كان عندنا نظام سياسي القبلي والشبه ملكي. القبلي اللي موجود في منطقة الغرب، غرب شبه الجزيرة العربية، اللي هي مدن الحجاز، اللي بيتكلم في يثرب ومكة والطائف. بنجد الشبه ملكي المتأثرين بالحضارة الرومانية والفارسية اللي هنجدها في الغساسنة في الشام، ونجدها في الحيرة في اليمن، موجودة في الشمال وموجودة في الجنوب في اليمن. دي الايه النظام السياسي القبلي والشبه ملكي. عندنا كمان بالنسبة للديانات، عندنا الديانات الوثنية اللي هي الموضوعة، والصابئة اللي هي نوعين من الديانات. ديانات بيسموها ديانات وضعية وضعها الإنسان، وديانات إلهية سماوية وهي الأقل وليست الغالبية من الناس تعبدها، اللي هي الحنيفية سيدنا إبراهيم، والمسيحية سيدنا عيسى، واليهودية سيدنا موسى. تعال نتكلم بقى عن الحياة الاقتصادية. يا ترى الحياة الاقتصادية الناس كانت عايشة ازاي في الفترة دي؟ اولا هنلاقي رعي، هنلاقي زراعة، هنلاقي صناعة، هنلاقي تجارة. تعال نتكلم عن الرعي. كان خد بالك بقى من كل كلمة من اللي احنا هنقولها دول. اولا هناخد الرعي. قال لك الرعي كانت الحرفة السائدة في مدن الحجاز اللي هي غرب الجزيرة العربية. ليه؟ لانها مناطق صحاري، المناطق صحراوية، ففكرة الزراعة مش قوي، يمكن ربما يسرب شوية. لكن بالنسبة لبقية مدن الحجاز بنتكلم مثلا في مكة مثلا هتلاقي الرعي هو الأساس. لكن لو اتكلمنا عن مدن الحجاز الغالبية هي بتقوم على الرعي، وهو الحرفة السائدة، الحرفة السائدة في شبه الجزيرة العربية بسبب طبيعتها الصحراوية. كان طبعا الحاجات اللي بيرعوها رعاية الأغنام والمعز والإبل إلى آخره. طيب الزراعة، خد بالك، قال لك الزراعة إذا كانت الرعي هو الحرفة السائدة المنتشرة في شبه الجزيرة العربية، الزراعة توجد فقط. خد بالك من حتة توجد فقط. فين بقى؟ توجد فقط فين؟ قال لك موجودة في مناطق شبه الجزيرة العربية ذات التربة الخصبة وتوافر المياه: شمال الشام، شمال الشام، جنوب اليمن، وفي الوسط والأطراف حيث الآبار والعيون، وأهم المحاصيل التمر والخضروات. يبقى موجودة في الشام واليمن، واعتقد موجودة شوية في يثرب اللي هي منطقة غرب الجزيرة العربية، بس قليل. انا قال لك واحة زراعية. طيب الصناعة، قال لك الصناعة حرفة محدودة. انا عايزك تاخد بالك من الكلام. واحدة حرفة سائدة الرعي، التانية توجد فقط في بعض المناطق الزراعة، التالتة الصناعة حرفة محدودة. ليه محدودة؟ زي حرف صناعة السيوف والرماح والخناجر وبعض الحلي والأواني الفخارية وبتاع. كانت الصناعة قليلة لأنه المواد الأولية لصناعة الحاجات دي كانت نسبتها قليلة، فلذا بنقول الصناعة كانت حرفة محدودة لقلة المواد الخام. تمام. أهم الصناعات قلناها السيوف والرماح وأواني فخارية. طيب تعالوا بقى نتكلم عن التجارة. ازدهرت في شبه الجزيرة العربية، بس فين بقى؟
شوف، طبعا بالنسبه للتجاره انا من غير ما ابص كده اكيد في مكه ويثرب واليمن، دي مناطق فيها تجاره حلوه قوي قوي لموقعها المتميز. لكن تعال نقول مره تانية ونعيد سوا، يبقى ايه هي الحياه الاقتصاديه؟ الرعي كان الحرفه السائده، ده اللي منتشر. الصناعه قليله، الزراعه بتوجد عند بعض وبعض. لكن بالنسبه للتجاره ازدهرت جدا وكانت اكتر حاجه بعد الرعي، أي يمكن احسن من الرعي كمان في الانتشار. ازدهرت التجاره في شبه الجزيره العربيه بالاسلام للاسباب الاتيه. ايه هي بقى الاسباب؟ اول حاجه، يعني لما تيجي تسالني تقولي هي ليه التجاره انتشرت قوي في ممالك ومناطق شبه الجزيره العربيه، قال لك اول حاجه لان الطرق ممهده. مهاره العرب في معرفه مواقع الكواكب والنجوم للاهتداء بها في البر. تتميز شبه الجزيره العربيه بموقعها المتوسط، لذا هي حلقه وصل بين الشرق والغرب. الله، يبقى هنا خد بالك بقى، يبقى انا عندي كام لقطه هنا يا جماعه. اول لقطه، حد بيسالني ليه التجاره كانت مزدهره جدا في مناطق شبه الجزيره العربيه؟ اولا الطرق ممهده، يعني شبه مرصوفه، وبالتالي الناس بتوع الصحاري عارفين الطرق والدنيا سهله وماشيه ومفيش مشاكل في الطرق، يبقى طرق ممهده. اتنين، مهاره العرب في معرفه الطرق ومعرفه الاماكن في مواقع الكواكب والنجوم الاهتداء بها في البر والبحر. يعني هو ايه المقصود بالجمله دي؟ قال لك يعني العرب كان عندهم مهاره جامده جدا انه ينظر للكواكب والنجوم ويهتدي بيها، يمشي يمين ولا شمال، شرق ولا غرب. يبقى انا عندي حاجتين ساعدوا على انتشار التجاره وارتفاعها. اول حاجه الطرق ممهده، وبالتالي التجاره عندها طريق سهل تمشي فيه من القوافل وغيرها. اتنين، مهاره العرب في معرفة مواقع الكواكب والنجوم للاهتداء بها في طريق البحر أو البر، يعني في الصحاري بيعرفوا يمشوا صح، يعني الكواكب والنجوم دي بالنسبة لهم بوصلة بتمشيهم صح بحيث ما يتوهوش، اللي هو زي الجي بي اس عندنا دلوقتي. حاجة تلفت النظر، قال لك شبه الجزيرة العربية انتشر فيها التجارة لحاجة مهمة جدا، لموقعها المتميز اللي هو وسط ما بين الشرق والغرب. يعني مثلا هنلاقي اليمن، هتلاقي اليمن، امتلاك اليمن اسطول تجاري. وقبل ما اتكلم عن اليمن بقى، خليني اروح لك لحته مهمه جدا اللي هي ايه، هي دي خد بالك منها بقى. هو الراجل بيقول لي ليه التجاره ازدهرت وانتشرت في شبه الجزيره العربيه؟ قلت له ما انا قلت لك الطرق ممهده، معرفة العرب للكواكب والنجوم اللي بيهتدوا بيها ويعرفوا من خلالها البوصلة يتجهوا شرق ولا غرب ويتجهوا للطرق الصحيحة سواء في البحر أو البر. رقم 3، وجود كتير من بلاد شبه الجزيرة العربية موقع متميز وسط ما بين الشرق والغرب، فبيبقى حلقة وصل تربط ما بين الشرق والغرب، ودي حاجة بتنجح أي تجارة. قلت له ازاي موقع متميز؟ قال لك ما هو على سواحل بلاد شبه الجزيرة العربية في البحر الأحمر اللي هو بحر القلزم، وفي الخليج العربي. نقول تاني، في بحر الأحمر، في الخليج العربي، في بحر العرب. التلاتة دول سواحل بيمكنوني ان انا اقدر انقل كل البضائع بتاعتي من الشرق الى الغرب، وبالتالي كان لها نشاط تجاري واسع في افريقيا واوروبا واسيا وفارس والهند وشرق اسيا. الله، يبقى اذا بنقول انه بلاد شبه الجزيره العربيه تتميز بموقع متوسط يربط ما بين الشرق والغرب، خاصة ان هذه البلاد على سواحل البحر الاحمر والخليج العربي وبحر العرب، وبالتالي بيقدروا ينقلوا البضائع بتاعتهم الى كل قارات العالم، اسيا، افريقيا، اوروبا، الهند وغيره. وضرب لي مثال مهم على كده، اليمن. قال لك اليمن تمتلك اسطول تجاري خطير جدا جدا تقدر تنقل بيه البضائع من مكان لمكان، من مكان لمكان. قالوا على اليمن ترانزيت. قلت له ازاي يعني ترانزيت؟ قال لي اليمن هي الترانزيت او المحطة اللي بتيجي بلاد تقول لها خدي يا يمن البضاعة دي عشان عاوز انقلها لبلد تانية، فتقول له خلاص خليها عندي بمقابل باخده انا اليمن. فتيجي البلاد التانية تروح مستلمة البضاعة وواخداها هي. يبقى طب تعالى نحكي القصة ماشية ازاي. قال لك اهو
قال لك اليمن اسطول تجاري يقوم بنقل البضائع التي تأتي إليها من الهند والصومال والحبشة لتنقلها إلى الشام ومصر وأوروبا. الله، يبقى إذن اليمن هنا بنقول عليها ترانزيت، يعني محطة انتظار، بتاخد البضايع وتحط البضايع اللي بتجيلها من الهند والصومال والحبشة، بتاخد البضايع منهم، بخور، مواد خام، مش عارف ايه، تقول له خليها عندي، وتبقى بتنقلها بعد كده الى الشام ومصر واوروبا. يبقى اذا ترانزيت لموقعها المتميز ده. يبقى نقول مرة تانية لماذا بلاد شبه الجزيرة العربية متميزة في التجارة. اولا لمهارة العرب ومعرفتهم بالنجوم والكواكب التي يهتدوا بها لمعرفة الطريق الصحيح في البر والبحر، الطرق الممهدة والسليمة اللي بتسهل عملية التجارة، موقعها المتميز اللي بيربط ما بين الشرق والغرب، خاصة انها بتطل على سواحل بحر العرب والبحر الاحمر والبحر العربي والخليج العربي، وبالتالي تقدر تنقل البضائع اللي هي عاوزاها وتستقبل اللي هي عاوزاها بدليل حاجة، وبالتالي تقدر تنقل كثير من البضائع التجارية إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا والهند وإيران إلى آخره. والدليل على كده إنه واحدة من وحايد بلاد شبه الجزيرة العربية وهي اليمن، اللي بيقولوا عليها انتي ترانزيت، لأنها بتاخد بضاعة من الصومال والحبشة والهند عشان تيجي توديها للشام ومصر وأوروبا لموقعها المتميز. طبعا عاوز أقول إنه بمناسبة التجارة ان العرب استخدموا، او بلاد شبه الجزيره العربيه استخدموا نوعين من العملات، عمله الدراهم وعمله الدنانير. الدراهم، خليني اقول لك، الدراهم دي فضيه ودي جايه من الفرس، والدنانير دي ذهبيه ودي جايه من الروم. يبقى هنا استخدم العرب العمله وفي معاملاتهم التجاريه زي الدراهم والدنانير من الفرس والروم، واستخدام المقايضه. طيب، رابعا الحياه الفكريه والعلميه. عاوز اقول لحضرتك انه كمان العرب مش بس يعني فلحوا وكان ليهم شكل في النظام السياسي والنظام التجاري بس، ده كمان النظام الفكري والعلمي. يعني الادب يا جماعه، الاسواق اللي كانت موجوده عند العرب زي سوق ذي مجاز ومدينه وغيرهم من الاسواق، مش بس للتجاره لكن كمان هي للشعر والخطابه. وكان من اشهر الشعراء عندهم كان واحد اسمه نابغه الزبياني. بالنسبه للعلوم، ازدهرت بلاد العرب في كثير من العلوم، الطب والفلك وحاجه اسمها الانواء والهندسه. يعني مثلا في الهندسه استخدم العرب شطارتهم الهندسيه في بناء سد مأرب في اليمن. ادي حاجه مهمه جدا. شقوا الطرق في وسط الجبال. بنشوف حضرتك لما تروح شرم الشيخ هتلاقي الطرق اللي موجوده بتوصلك من مكان لمكان هي في وسط الجبال. هم كان عندهم المهاره دي، شق الطرق في وسط الجبال، ده هندسه. عندهم كمان علم اسمه علم الانواء. يا عم ايه علم الانواء؟ اللي هو اوقات هبوب الرياح ونزول الامطار. وطبعا دي بتساعدهم ان هم يزرعوا في الوقت المناسب المحصول المناسب، فبياخدوا احسن طرحه واحسن زرع، لان عارف ان الوقت ده اللي هتيجي فيه الرياح او الوقت ده اللي هتيجي فيه الامطار. فهم عندهم علم الانواء، يعني هم مراصد لمعرفه حاله الجو، وبناء عليه بيحطوا لمفروض من زراعات. يبقى هم عندهم علم الانواء اللي هو معرفه اوقات هبوب الرياح واوقات نزول الامطار. الفلك كانوا يتميزوا بفكره مواقع النجوم والكواكب اللي بناء عليها بيهتدوا للطرق الصح، يعني يعرفوا يشوفوا الكوكب او النجم ويقول لك انا همشي كده ولا امشي كده. الطب كانوا بيعالجوا كثير من الامراض بالاعشاب، كانوا شاطرين جدا. اشهر الاطباء الحارس ابن كلده طبيب العرب. كده يعني كلام الحقيقه لطيف جدا، ما فيهوش اي مشكله خالص، احنا مع بعض فيه. عندك برضو الفنون والعماره، عندهم النحت والقلاع والحصون والمعابد والاديره. الاديره دي اللي هي الكنائس. في النحت خد بالك العرب تاثروا جدا 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 بمدينه اسمها مدينه الحجر، ودي من ديار ثمود اللي هو قوم النبي صالح عليه السلام، وكانوا بينحتون من البيوت جبال. يعني يبقى هنا دي النقطه اللي اقولها، ينحتون من البيوت جبالا
وبالنسبة للقلاع والحصون هنلاقي في قلعة أهمها قلعة القسطل دي في الغساسنة. أنا عايزك تحفظ لي الكلام ده عشان بيجي لك أسئلة إن شاء الله. لما نيجي نحل الأسئلة مع بعض هنتناول هذه الأشياء. ومن أهمها قلعة القسطل دي في الغساسنة اللي هي في الشام. وعندنا المعابد والأديرة، معبد الشمس في اليمن، ومعبد أو دير هند في الحيرة، وكنيسة الرصافة في الغساسنة. خد بالك هنا كنائس، هنا كنائس. عندي القصور، عندهم قصر عمدان في صنعاء اليمن، والخوارنق في الحيرة، والمشتى في الغساسنة. يبقى الناس دي عندهم فنون العمارة بكل أشكالها. مسكوا الجبال نحتوا جواه بيوت، يعني الجبل ينحتوا جواه بيت. بالنسبة للقصور عملوا قصور زي قصر عمدان، الخوارنق، المشتى. عملوا كنائس، دير هند، كنيسة الرصافة، معبد الشمس في اليمن، قلعة القسطل في الغساسنة إلى آخره. يبقى دي كمان الفنون. الحياة الاجتماعية، شوف الحياة الاجتماعية كان بيتم تقسيم الناس من الأعلى للأدنى بناء على الأصل والعرق والحالة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية. يعني مثلا هتلاقي البدو والحضر. الناس بتوع البدو اللي هو هنلاقيهم في مكة ويثرب والطائف، البيوت بتاعتهم أحجار وطين. خد بالك البيوت طين وأحجار وجذوع نخل. بالنسبة للحضر والممالك هتلاقيها لها طوابق متعددة من الحجارة، صحيح لك الطوابق متعددة. يبقى هناك طين وجذوع نخل، ده بالنسبة للبدو. بالنسبة للحضر، ممالك الحضر زي الغساسنة والحيرة متأثرين برضو بالروم والفرس، هتلاقي البيوت بتاعتهم مش طين وجذوع نخل، إنما هي حجارة منمقة متميزة على هيئة عدة طوابق، دور أول وتاني وتالت. هنروح لطبقات المجتمع. ما هو زي ما احنا شايفين هم 3 طبقات: الطبقة العليا، الطبقة الوسطى، الطبقة الدنيا. الطبقة العليا دول الأغنياء والأحرار مش العبيد، وأصحاب الأراضي الزراعية الواسعة. الطبقة الوسطى دول أصحاب الأراضي المحدودة. يبقى هنا اللي عنده أراضي كبيرة وكتيرة بال10,000 فدان ده الطبقة العليا، اللي عنده 50 فدان ده الطبقة الوسطى. الأحرار والأغنياء عليا. صغار التجار وأصحاب الحرف اللي هو النجار والزارع والحداد وبتاع طبقة وسط. الطبقة الدنيا اللي هو عامة الشعب من الفقراء والموالي والعبيد. تمام. خد بالك معايا، العرب قديما قبل الإسلام كانوا يؤمنون بقى إيه بالسحر والتنجيم والجن والشعوذة والحقيقة المعتقدات وكثير من المعتقدات الدينية الخاطئة زي عبادة الأوثان. فالكلام ده خلى عندهم تباين واختلاف في العادات بتاعتهم. فبقى عندهم عادات إيجابية وعادات سلبية. يعني مثلا من العادات السلبية الميسر اللي هو وشرب الخمر. الميسر اللي هو القمار، شرب الخمر، الأخذ بالصقر، وقت البنات اللي هو تدفن، اللي يبقى جاي له بنت يدفنها وهي حية، بس ده ببعض القبائل مش في كل القبائل. عنده كمان العصبية القبلية، يعني أدافع عن قبيلتي وأدافع عن واحد من أفراد القبيلة وأخد حقه حتى لو هو ظالم. الإغارة على القوافل الأخرى. لكن الإيجابيات الكرم والشجاعة ورفض الذل والوفاء بالعهد دي كلها كانت مميزات. تعال نروح بقى، يا ترى المرأة العربية ودورها في المجتمع. الحقيقة أنا بشوف إن العرب بالنسبة لموضوع المرأة كان لهم موقف متناقض تجاه المرأة. ازاي يا مستر شريف؟ طبعا احنا الجزء الثاني من المحاضرة احنا سرعنا الريتم اكتر لانه هو لطيف، يعني مش محتاج قوي زي الجزء الاول. لكن خلينا هنا بالنسبة للمرأة العربية ودورها في المجتمع نقول ان المجتمع العربي او شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام كان الحقيقة كان ليه موقف عكس بعضه متناقض بالنسبة للمرأة. فكانت بعض القبائل بتعمل على وأد الأطفال البنات،
يعني ما يجي له بنت وشه يسود كده كانه خلاص الشؤم جاله خلاص، فيحفر حفره ويرمي بنته دي ويردم عليها وهي حيه. في نفس الوقت كان عندي، شوف هذا السوء من المعامله مع المراه، كان الناحيه الثانيه كانت المراه ملكه زي الملكه بلقيس في مملكه سبأ باليمن، ملكه، وكانت من اقوى ملوك الارض طبعا حضراتكم عارفين. على المستوى العام في شبه الجزيره العربيه بنجد ان الممالك كانت بتتعامل في شبه الجزيره العربيه على ان المراه لها ادوار قياديه، يعني تستخدم، المراه كانت تحارب، المراه كانت تطبب، يعني كانت بتعالج جروح الجرحى في المحاربين، تقرع الطبول. المراه لها دور اجتماعي، غزل الصوف الاغنام، لها دور عسكري، المشاركه في المعارك وعلاج الجرحى، دور سياسي زي الملكه بلقيس وملكه تدمر زنوبيا. كانت في تدمر كان هناك الملكه بتاعتهم اسمها زنوبيا، الله اسم حلو. لها دور اقتصادي زي السيده خديجه بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت سيده التجاره. فكان الحقيقه على قد ما يعني على قد ما كان العرب كانوا بيوئدوا البنات، لكن كان الناحية التانية بيحترموا في قبائل أخرى البنات درجة أنه يعملوا منها ملكة. كان لها دور سياسي في الحروب وعلاج المرضى والمجروحين من الجنود في القتال، ويمكن المرأة بتطلع تحارب بنفسها أحيانا. لها دور بنقول عليه اجتماعي في غزل الصوف بتاع الأغنام، لها دور سياسي ملكة، لها دور اقتصادي سيدة تجار زي السيدة خديجة، إلى آخره. كل ده كان قبل الإسلام، لغاية ما يجي الإسلام والدنيا هتختلف خالص بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وإيه حكاية بقى اللي هيحصل بعد كده، وده اللي هناخده في الفصل التالي، اللي هو ظهور الإسلام اللي هيبدأ الأول سرا ثم علانية، ثم أحداث جامدة جدا جدا، بعدين الفتوحات الإسلامية. الحقيقة الموضوعات بعد كده شيقة جدا. أنا اتبسطت إن أنا كنت معاكم في الفصل الأول كده، كل الفصل خلص إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله هنخش على الفصل الثاني والثالث، أو الدرس الثاني والثالث إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. مش بس كده، إحنا كمان هنحل عدد كبير من الأسئلة على كل فصل. ربنا يوفقكم، وتمنياتي ليكم بسنة سعيدة. سلام عليكم.